الفيديو ده اكتر من حد بعتهولي وبيسالني هو فعلا الطريقه ديت ممكن تضيع بقع الكلور من الملابس. هتحط بيبسي او 7 على التيشيرت اللي باظ، وبعدها هنحط السائل السحري بتاعنا هو ايزوبروبايل الكحول، وده قادر ان هو يرجع لك لون التيشيرت الاسود زي ما كان. وبعد ما نحطه في بخاخه نبدا نفرش على التيشيرت كله مناديل بعرض البقعه كلها، وبعد ما تخلص هتطبق التيشيرت بالمناديل اللي فيه كله على بعضه وتسيبه 3 ساعات. المحلول هيتفاعل مع اللون الاسود ويشيل بقعه الكلور ويرجعه لك زي الاول بعد ما الالوان تبهت على بعضها واحسن كمان. مبدئيا كده الماده اللي استخدمها هي الايزوبروبايل، ودي ماده كحوليه زيها زي البنزين والتونر والكحول، لا تقدر تضيع لون في الوان الملابس ولا تقدر ترجعه. ده بالنسبه للفيديو ونركنه بقى على جنب خالص. اما بقى بالنسبه لبقع الكلور مفيش اي تركيبه او اي خلطه او اي ماده موجوده على وش الارض تقدر تضيع البقعه ديت او ترجع اللون الاساسي زي ما كان، وده لان الكلور بيحرق اللون الاساسي بتاع الوان الملابس. طب ايه الحل؟ هو حل واحد بس، ان قطعه الملابس دي تتصبغ تاني، ولازم نسبه القطن تكون في الملابس عاليه عشان تقبل صبغه، غير اسباب تانية كتير هقولها لكم في الفيديو الجاي. متنسوش تعملوا لايك